السلام عليكم، كيف حالكم أيها المحاولون؟ بإذن الله هنبدأ سلسلة جديدة وهي سلسلة كبرنا وإحنا بنذاكر. طبعا السلسلة هنبدأها عشان هنبدأ دراسة بإذن الله من السبت، أو في ناس هتبدأ الحد الجاي إن شاء الله. فهنبدأ السلسلة دي. كنت أبدأها على قناتي اللي فاتت، بس طبعا بما إنها حذفتها وعارفة ان نتيجة الحذف ده يعني في ناس أكيد هتزعل وكده، بس لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. بإذن الله هنبدأ سلسلة جديدة. الحلقة دي هنتكلم فيها عن ليه كل التعب ده، وهل الدراسة تستحق التعب ده كله، ولا احنا بنعمل كده في الهوا. عايزة اتكلم واقول ان احنا لو ربطنا كل حاجة بالدنيا فللأسف يعني احنا هنوصل لنقطة لو ما وصلناش لنتيجة فهنحس ان التعب ده ولا ليه اي لازمة. طيب الفكرة فين؟ الفكرة ان احنا نجدد نيتنا كل يوم. معظمنا بيخرج سواء رايح المدرسة او رايح الكلية او حتى رايح الشغل بنية ان انا هخرج مثلا. هو اصلا يعني احنا من سرعة الحياة وعصر السرعة اللي احنا فيه، احنا بقينا بننسى نجدد النية. احنا بنخرج، اللي بيخرج للدراسة بيقول عشان انجح في الامتحان، اللي بيخرج في العمل بيقول عشان مثلا اجيب رزق اولادي والكلام ده كله. طبعا الكلام ده كله مش وحش، لكن الافضل ان احنا نربط نيتنا بالاخرة. نربط نيتنا ان انا هنزل ادرس عشان لما ربنا يسألني وعن عمره فيما أفناه أعرف أرد. عشان ربنا عز وجل عشان ما أعصيش ربنا، لأن إيه؟ لأن نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. طبعا والكلام ده كله احنا نربط نيتنا بالآخرة. وانا هنزل ادرس عشان ارضي ربنا عز وجل، عشان اكون بفيد نفسي وافيد غيري ان شاء الله. ايا كان مجالك، ايا كان انت بتدرس ايه، فاكيد ربنا هيسخرك. يعني وجعلنا بعضكم لبعض السخرية. ربنا هيسخرك ان انت تنفع غيرك بإذن الله. تمام. استحضر دايما ان في آخرة. ايه الفرق بيننا ببساطة بين الكفار او بين الملحدين؟ هما واحنا كله بيسعى، مفيش حد ما بيسعاش، بس الفكرة انت بتسعى ليه. انت بتسعى، احنا بنسعى الحمد لله على نعمة الاسلام. بنسعى وربنا باذن الله يأجرنا ان احسننا النية، ان اخلصنا النية لله عز وجل. ربنا يأجرنا حتى لو ما شفناش النتيجة. ما هي ببساطة لو احنا اللي هنحط النتيجة لنفسنا فكل واحد هيحط لنفسه 101%، مش هيحط 100%، ده هيحط 101 و110 و120%. اما ربنا عز وجل قال لنا اسعوا وانا هكافئكم سواء دلوقتي او في الاخره. ده وان ليس للانسان الا ما سعى، ده مبدأنا في ديننا. الحمد لله على نعمه الاسلام. بالنسبه للكفار بقى لا، هم عندهم عايزين النتيجه. طب لو مفيش نتيجه خلاص ملهمش، مفيش يعني كأنهم ما تعبوش من الاخر يعني. تمام. ببساطه الراحه والتعب، من آثر الراحه فاتته الراحه. من آثر الراحة فاتته الراحة. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انت لو انت هتفضل قاعد مكانك مرتاح، ببساطة انت مش هترتاح برضو. كمثال، احنا في اخر اليوم، لو في اخر اليوم انت كنت شغال طول اليوم او شغال وبتتعب او بتدرس وبتتعب، فانت في اخر اليوم لما تيجي تنام هتحس ان انت مبسوط بالرغم من انك جسمك تعبان. لكن لو طول اليوم ما بتعملش اي حاجة، قاعد تعمل مثلا سكرولينج على الموبايل، فده في الاخر هتيجي في اخر اليوم تحس ان انت متضايق. عشان كده من آثر الراحة فاتته الراحة. والعلماء بيقولوا الكمالات كلها لا تنال إلا بالمشقة، ولا يعبر إليها إلا على جسر من التعب. فعشان توصل لحاجة كويسة أكيد هتتعب. أهم حاجة تعرف إن إحنا عموما كده كده في حياتك هتتعب. لقد خلقنا الإنسان في كبد. أنت هتتعب، ده احنا متفقين على كده. بس الفكرة هتتعب في ايه؟ تتعب في حاجة تاخد عليها اجر، ولا تتعب في حاجة تاخد عليها سيئات؟ لا، انوي كده خير وتتعب في حاجة ان شاء الله تاخد عليها اجر، وتوكل على الله. بس كده، دي كانت الحلقة الاولى من سلسلة كبرنا واحنا بنذاكر. توكل على الله، وكل يوم ان شاء الله وانت بتدرس او انت بتشتغل انوي وجدد النية لله عز وجل. والسلام لقلوبكم أيها المحاولون.